هلو يا بنات، داخلين على سيزون اغلب الناس بتحبه، بس عن نفسي انا ما بحبوش قوي، بس بحب فيه الوانه الاليجنت اللي في الاوتفيت بتاعنا بتاع الشتاء. احنا النهارده هنتكلم عن كومبو الالوان خريف شتاء 2023 24. في ناس كتير بتبقى مرتبكه من زحمه الالوان ان هي تلبس اكتر من لون، فدايما بتبقى في السيف سايد وتلبس لونين مش اكتر علشان ما تعملش الربكه بتاعتها دي، او هي مش عارفه تحط الوان ايه مع ايه. انا هقولك على كام ستيب كده لو مشيتي عليهم مش هيبقى فيه اي لخبطه او عك في الالوان. اول قاعده عندنا الابيض والاسود ما بيتحسبوش، ما بيتعدوش في الاوتفيت بتاعك. تاني قاعده عندنا البسي 3 الوان بس من الالوان الترندي او الالوان اللي انت حباها او الالوان اللي بتليق عليكي. تالت قاعده بقى وهي الاهم، انه في الوان كتير بنحب نلبسها بس هي مش بتليق علينا او مش بتليق بالاخص على الاندرتون بتاع بشرتنا. فنعمل ايه؟ ما نلبسش الالوان نبعد عنها؟ لا يا ست الكل، انت هتلبسي الالوان بس هتبعديها عن لون بشرتك. يعني مش هتلبسيها في الجزء اللي فوق عشان ما تبقاش قريبه من بشرتك واللون اللي مش لايق عليكي يدي ريفلكت مش حلو على بشرتك، البسيها في القطعه اللي تحت. وبكده هنبقى حققنا التارجت اللي احنا عايزينه، لبسنا اللون اللي احنا حابينه وفي نفس الوقت بعدناه عن لون بشرتنا. الالوان بقى السنه دي بجد في الشتاء مبهجه جدا على غير العاده. الوان الشتاء معروفه الجراي والاسود والالوان الغامقه، بس السنه دي الالوان فعلا مبهجه، تحسي كده الوان الصيف. ايه بقى كومبو او ميكس الالوان السنه دي؟ اول حاجه اللون الروز او البينك. اللون الروز والبينك طالع وبقوه جدا السنه دي. البينك طالع مع الاحمر، والاحمر كمان جاي بقوه جدا الخريف دوت. الاحمر اللي هو الاحمر الناري اللي هو الفاقع شويه، ومع البينك بيبقى ميكس خطير. البينك مع البيج بيديكي راحه نفسيه كده اما بتشوفيهم وبهجه. مع البينك من الالوان المبهجه اللون الفستقي او المنت. المنت مع البيج ده كومبو حلو قوي وترندي السنه دي. كمان الاخضر مع الاسود. الاخضر مع الاسود اطلاله شكلها شيك قوي، وكمان للناس اللي عايزه تبقى في السيف سايد الاخضر مع الاسود هيكون اختيار هايل. اللي لسه مكمل معانا من السنه اللي فاتت المونوكروم. المونوكروم اللي هو الاطلاله اللي كلها بلون واحد. البيج بطل الحكايه، البيج مع الابيض، البيج مع الاوف وايت، ده كان من السنه اللي فاتت وماشي معانا كمان السنه دي. كمان اللون اللي مكمل معانا الالكتريك بلو. الالكتريك بلو مع البيج والاسود كومبو حلو قوي، مختلف شويه عن السنه اللي فاتت مع ان اللون هو اللي مكمل معانا بس الكومبو مختلف، جربيه. كمان اللون البيبي بلو او التلجي. اللون ده جاي بقوه جدا، تقدري تلبسيه مع الابيض والبيج. الاطلاله اللي كلها فواتح دي او فاتح في فاتح دي بتدي كده سلام نفسي اما تبصي على الالوان دي، فجربيها كمان السنه دي. ومن الالوان الهاديه كمان اللافندر. اللافندر مع البيج. لو مش بتحبي اللون ده على بشرتك ابعديه زي ما قلت لك في الاول والبسيه في القطعه اللي تحت، او في ناس بتحس ان هو ممكن يسمرهم شويه، بس اللون اللافندر الفاتح قوي هو الترند السنه دي. فقبل ما تنزلي تشتري جيبي حاجه لافندر. ولسه طبعا مكمل معانا كومبو الابيض والاسود والرمادي. الكومبو ده بيبقى لطيف وفي السيف سايد برضو لناس كتير وما بيبطلش ابدا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده. قولوا لي ايه الالوان اللي حبيتوها في الكومبو اللي احنا قلناه، وايه الالوان اللي لا، وايه كمان الالوان اللي بتليق عليكم، او الالوان اللي جربتوا الجديده اللي جربتوا تلبسوها وبعتوها عن اندرتون بشرتكم وطلعت حلوه. اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم.